لنشوف اليوم رئيس الوزراء المالكي يعمل فيديوغرافية ويدعم القضية العشائرية والإسناد والصحوات، وإذا يعاقب على دعمه لهاي الناس أو للعراقيين يعاقب رئيس الوزراء بقرار من البرلمان الفاشل عندما يوقف ميزانية المصالح الوطنية، وعندما يعترض على مجالس الإسناد، وعندما يوجه له تهم لرئيس الوزراء. ليش؟ لأن المالكي دعم العشائر ودعم القضية الوطنية. ونترجاك يا دولة الرئيس رجاء أخير، اليد الحديد اللي ضربت بيها في البصرة اضرب بيها في الأنبار وفي الموصل. احنا إذا كان هذه اليد تحتاج، والله إن شاء الله ما تحتاج من رب العالمين هالوجوه الخيرات. التخوف من العشائر هذا أمر عار عن الصحة. اللي خلاني اروح ويا دوله القانون رئيس الوزراء راح اقول لكم بكل وضوح ويعرفون. المالكي وقف ويانا في محنتنا في بدايه الامر عندما انتفت الانبار، دعمونا بدرجات الوظيفيه اللي باقوها الحزب الاسلامي من عندنا الحمد لله. جيش، الشرطه، قوى الفرق، الرجل غصب عنه. شيخ انت تقول من البدايه، بس تصريحاتك ما كانت من البدايه هكذا، كنت تنتقد الدعم الحكومي. شنو اللي تغير؟ خلاص متروس كفاءات، متروس وطنيين. اكو هناك اكو الصدريين، التيار الصدري محلي، عرفت؟ اكو احزاب هذول من عندهم الدعوه انشا يمكن محلي، من هي الجماهير التي يتحدث باسمها الشيخ؟ دخل الانتخابات معنا في دولة القانون ولم يحصل على إلا عدد بسيط من الأصوات، وانقلب على دولة القانون وتحولت دولة القانون اليوم إلى عدو له. كان يسكن في بيت لرئيس أركان الجيش ولديه 30 نفر حماية من الدولة، كان يمجد ويروج ويمتدح الحكومة صباحا ومساء. وأتذكر أحاديث في اجتماعات دولة القانون إلى الآن لم أنساها. أنا بتكلم باسم من؟ باسمك، باسمه رحمة الله والديك، مو باسم 1,700,000 وكسور إنسان في الأنبار. إنه ما جاب جباية، ما حد انتخبك من عندهم شيخ حتى تتكلم باسمك. إذا كان يتوهم شيء شيء ساكت خالد، ما بيجمعش. أي صحوة تخرج ضد الإرهاب احنا نساندها، أما صحوة تطلع تدور من ورانا او تصعد على كتوفنا حتى الحكومة المالكي تقولها عافية وتنطيها، لا اطلاقا، هذا الامر نرفضه. انا اولا ما مرشح، وتجمع بيارق العراق وما فزتوا بالانتخابات. لو سمحتي اقول لك شنو ريك، احنا بالانتخابات زورنا ربعنا وجماعه باقوها من عندنا ببغداد، شلون؟ يزورنا، عيب، العراق كله زورنا. بعد من زورتوا شو ما فزتوا؟ ايوه هاي قهرتني. تزور ما تفوز في المحطات او في المراكز الانتخابيه، ناس ما جت قالوا يا ترسم بكره انا محطوا لهم الربعنا، شو نسوي لهم؟ في المحطات او في المراكز الانتخابيه، ناس ما جت قالوا يا ترسم بكره انا محطوا لهم الربعنا، شو نسوي لهم؟ في المحطات او في المراكز الانتخابيه، ناس ما جت قالوا يا ترسم بكره انا محطوا لهم الربعنا، شو نسوي لهم؟ بداية كان وضعك مع المالكي جيد. نعم. وراضى عنه وبيناتكم حتى علاقة ربما من نوع معين، ما نقول من نوع خاص، لا من نوع معين. ليش انقلبت فجأة ضد المالكي؟ صدق انت مو عندك حزب اسمه حزب البيارق؟ قائمة البيارق؟ اي قائمة دخلنا بها ربعنا، قلنا نفزع نطبب الخوش وادم، تالي لا خوش وادم افلحهم ولا اللي طبنا وياهم صاروا خوش وادم. هذه حقيقة ما جرى بالانتخابات في العراق، ولا شرف لي بعد أن أطب به عملية، ولا شرف لي بعد أن أطب به عملية، ولا شرف لي بعد أن أطب به عملية. والحزب الاسلامي اللي كان هو ند وعدو، بصراحه نعتبره عدو، اخطر حتى الاحتلال الامريكي في محافظه الانبار، نهك المحافظه. فلذلك احنا قضيه الانقسامات مع من وضد من اصبحت. ومع الاسف ايضا هناك احزاب تسمى الاسلاميه، يعني انت لو سياسي لو اسلامي، الاسلام صدق والسياسه كذب، شلون تزاوجت هاي بهاي؟ يمكن حزب اسلامي فشل ذريع والله ما يلحق احد، وتوجهت له التهم، واصبح تقريبا الهدف او العدو نعتبره الثاني بعد تنظيم القاعده في مناطقنا، عرفت؟ لان تجاوز حدود المعقول، وبعدين من صرح له وانطاه رخصه حتى يتكلم باسمه للسنه مدري شو يسمونه مغاره، مرفوض هذا الامر، ما نقبله خلاص. اي انتخابات جت في المناطق يسمونها السنيه هم عندهم بقاموسهم، عرفت؟
وخلوهم في منصبة ولاة الامر. ما حد انتخبهم، جم في زمن ما في ظرف ما وقعدوهم الامريكان حتى. الحزب الاسلامي الان اللي فات تحت افق القائمه العراقيه وراح ينثرها نثر وراح يجيب لنا المشاكل ورجع من جديد باجله جديده. ايه اللي تقوله ده؟ يعني انت قلتها انا عايز جمله مفيده. الحزب الاسلامي اخي هو مو بس الحزب الاسلامي، الاحزاب الاسلاميه بالعراق مجملها عايشه على الطائفيه. الحزب الاسلامي عندنا عليه وثائق وبعض المعلومات الحقيقيه الموجوده ان اعضاء الحزب الاسلامي نعم كانوا يمارسون سرقه منظمه داخل محافظه الانبار، وعندي وثائق موجوده جنطهم. لا احد يقول لي علي خاف باشر عقبه تطلع انا خلي يجيني اي جهه. هسه صار يجي كثر هدري بهالاعلام ما جتني جهه رسميه قالت لي وين وثائقك؟ ما يجون ياخذونها. بس يوم يخلص البرنامج نقول لك انطينا وثائق. تعالوا وقلت لك اياها قلت لك عندي تعالوا خذوها. خذوها خلصوني منها. حاط جمرب شيلي لي ما تفيدني خذوها خلنا نخلص. مو تهمته ولكن حقيقه ما جرى. مع الاسف جت هاي الحكومه جابوها الصحوه خلوها الان سكت عن الحزب الاسلامي لصار اتفاقيات. فانا شو اقول الاخوان في القائمه العراقيه عليهم ان يتفقون على امر مهم. هم طبقوا الحزب الاسلامي نطلق وياهم، هم طب جواب القائمه العراقيه وراح يبدي يمرر مشاريعه. هي هاي السياسه. بس احذر والله بعض الاحزاب الاسلاميه تسمى اسلاميه ان لا تعبث وتحاول البيع او الشراء او المتاجره او تحوف على ساحات الاعتصام سيكون مصيرها مصير حكومة المالكية. والله العظيم يا بعد هذا هو يلمون تقسيم عيش خلوه بالدستور. هو الحزب الاسلامي سؤال بالله، الحزب الاسلامي متهم الان بالتقسيم زين ومن يظل الشريف عجب المحافظة. الحزب الاسلامي متهم الان بالتقسيم زين ومن يظل الشريف عجب المحافظة. الحزب الاسلامي متهم الان بالتقسيم زين ومن يظل الشريف عجب المحافظة. علي النعمة انت بتتكلم صح. طب انت عارف اقول ايه؟ انت يا عملت ما بتتكلم صح. انت هددت المطالبين باقليم الانبار باستخدام السلاح ضدهم؟ ما يعجبني كلمة المذهب هذا السني، اقليم سني اقليم سني. موضوع الفدرالية موضوع خطر بأمرين. الاول المثل السياسيا بعد ما حد ينتخب، الشعب الانبار ما ينتخب ولا قالها عليك رشيد العزاب بالدوره السابقه، قال علي حاتم السليمان مثل السياسيين. هذا ما اعرفه يعني ما اصلا ولا سامي. المهم ما ندخل به. وبعدين ما عندي اخويا اجنده سياسيه، اللي قاعد من برا ما ذول عندهم مو احنا. الافلى السياسيين يجي دور اقليمي وهذا مشبوزه. حاضرين بسلاحنا يعني صحيح بسلاحنا بسلاحنا برجالنا بدمنا نذبح نقتل. الانبار ما تصير اقليم. قضية الفدرالية قضية اصبح الشعب المنتفض فيها المحافظات امام خيارين، قلنا اما القتال واما الانفصال. هذا هو يلمون تقسيم عيش خلوه بالدستور. هو الحزب الاسلامي سؤال بالله، الحزب الاسلامي متهم الان بالتقسيم زين ومن يظل الشريف عجب المحافظة. والله ده انت المفروض ما تقعدش معانا بقى وروح تقابل الناس اللي جايه من بره دي وتقول لهم على الكلام اللي هم مش عارفينه. والله العظيم الشيخ احمد ابو ريشه قال نريد نسوي لجنه من اهل الحل والعقد. يمثل وجهة نظره ما ندخل به احنا، هذا الرجل هو يمثل وجهة نظره ويمثل قائمته كصح وما يمثل الانبار. الانبار بها شيوخ، بها اخوة وطنيه، بها ناس خيار، بها علماء دين، بها كثيرين. والشيخ احمد يمثل حقل مهم صحوة بالانبار. صحوة اي حقل مهم. صحوة. من اللي حارب القاعده؟ العشائر. الصحوه. العشائر. الصحوة مصطلح طلعناه خلينا نقول نسولف. الاخ احمد البزيع يمثل اراء سياسيه. اما اللي قاتل القاعده مو احمد ابو ريشه، قاتلها حمد الهايسه، قاتلها حمد الهايسه. خلينا نحكيها ما دام مضى عليها فتره من الزمن. قضيه لا بدايه لا صحوات ولا فلان ولا علان ولا شيوخ. سبق وان قلنا نحذر اي جهه بالتعرض او استهداف شرطه محافظه الانبار، الشرطه المحليه. بس يا اخي احمد خليني اوضح لك الصوره والتمكين بكل صراحه. احنا ما نكون الارهاب بعد. انت هتودي لك ده يا بابا. علي الحاتم غرب الرقبه والتنظيم جبا يعني شوف يا اخي اللي 7 مرات يضربون التنظيم الان يجي يبايعوه. علي الحاتم والقاعده بالله عليكم
هو انا 6 نوبات انضربت من القاعده، اجموا القاعده بعد اللي 7 مرات يضربون التنظيم، هو انا 6 نوبات انضربت من القاعده، اللي 7 مرات يضربون التنظيم. دلوقتي بمناسبة الظروف اللي احنا فيها دي عايز اعمل اجتماع على مستوى القاعدة. النقطة الأولى، لم يعد الاعتصام والمظاهرات السلمية على أبناء العشائر حمل السلاح والاستعداد حول ساحات الاعتصام كافة، أي كل أبناء العشائر في محافظة الأنبار بدون استثناء عليهم أن يجهزون لحماية أبنائهم، لأنهم مقبلين على قضية اولا لا تفاوضات 100 يوم 200 يوم 300 يوم سنه، احنا قضيه الايام وعد الايام يا اخي العزيز ما جاي نحسبها احنا. هذا ولكن هذا قد لا يتفق معك حتى ابناء المحافظه، كيف لا تفاوض؟ يجب ان تصلوا الى قرارات نهائيه. تفاوض مع هذه الحكومه. طيب ما الذي تريدونه ايضا؟ طيب تظاهرتم 300 سنه وبعدين دخل بالتفاوض. خلي اسولف اللي عندي عاد ببطني، خلي اطقن واخلص عاد هالمره، حتى خلي الشعب قابه. ايوه خبطونا بالعراق ايش خبطنا بالعراق؟ ايوه اخد كمان كده ولا اعمل اي حاجه كده ولا خش على من هنا ولا اعمل هسه العراق اصبح عراق عزيز علينا، وهذا العراق يا اخوي بلاها العراق بلا هالسوالف كافيه، ترى ملت جبودنا، ملت من كثر الوطنيات السوالف الكذب. يا اخوي بلايا ليش كل جاي تنذبها على فلان وحزب وفلان حزب؟ كافي ملت ارواحنا. المنطلق الفكري بتاعنا في تفتيش الست دي لازم ينبع من احساسنا منعكس في الالتزام بقضايا معاصره اللي يقدر عن نص، ومحدش يسالني ولا كلمه لاني مش فاهم اي حاجه من اللي انا بقوله. وما علاقه العراق بهذا الامر سيد علي؟ ان كانت سلوكيات بعض السياسيين سيد علي مثل الان يقول لو ظالين الامريكان اشرف من ذولي. سيد علي هذا نقوله احنا. سيد علي، العراق لا علاقة له بسلوكيات سياسي الغفلة في لحظة من الزمن، وفي غفلة من الزمن ظهروا امامنا وبدأوا يحكمون. العراق لا علاقة له، العراق ارض وشعب وتاريخ لا يمكن ان ينتهي بيوم وليلة. ومع علاقة ايضا المطربة ساجد عبيد بالنشيد الوطني العراقي الجديد. شنو البديل للنشيد الوطني؟ ماذا قال الشيخ علي الحاتم؟ نذكر المسؤولين بكلامهم. والله مو عيب قاعدين برلمان اشطولش عرضه. شيخ انا العرمرم بس قفيري قاعد على نشيد وطني يحطوا لنا مال ساجد عبيد وفضلوها. يعني المشكله بالسياسه. حطوا اغنيه ساجد عبيد وحلوا الموضوع. وصلنا لهالدرجه احنا ما ندري، مرات الدول علمها دا يوقع بالقاع تلقاهم يلتمون ويجي يشيلونه، حتى اذا يريد يبدلوا العلم اكو طقوس خاصه، اكو اعراف خاصه بابدال العلم من قديم الى جديد، بس احنا للاسف وصلوا سياسينا الى التصريحات اللي ما نعرف معناها وعشوائيتها. لان احنا حقيقه شفنا ذاك البيت ويقولون ذاك البيت العبد الجبار شنشر. نعم. هذا البيت المن؟ لا بيتنا هذا بيتك الشخصي. نعم. لان هاي الجراجات والسيارات والجيش ايش بيهم؟ منين لك؟ اولا يعني ارجوك السيطره على اعصابك، لان قراءتنا نشاهدوها فئات عمريه كثيره وعندنا بنات ونساء ومراهقين، فارجوك اختيار الالفاظ المناسبه هذه اولا. ثانيا ما الذي يمنع ان تجلس؟ سمعت. اولا يعني ارجوك السيطره على اعصابك، لان قراءتنا نشاهدوها فئات عمريه كثيره وعندنا بنات ونساء ومراهقين، فارجوك اختيار الالفاظ المناسبه هذه اولا. ثانيا ما الذي يمنع ان تجلس؟ سمعت. قلت ابن المعلم الثلاثي اتهزم يا رجال.